ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده فيديو انا واثقه ان شاء الله انه هيعجبكم جدا وانه هيريحكم كتير اوي في المطبخ. الفيديو ده هنعمل منه كام وصفه كده للفراخ ان شاء الله تقدري تستخدميها في تفريزات رمضان او تستخدميها في الاوقات العاديه لو انتي حتى موظفه او لو انتي عايزه تطلعي الاكل على طول من الفريزر على التسويه هيريحك جدا جدا. ده هنعمل كام حاجه كده للفراخ، تمام؟ كام وصفه للفراخ وان شاء الله تكمله الفيديو هتبقى في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. وهنعمل برضو البهارات اللي احنا هنتبل بيها الفراخ بتاعتنا، علشان خاطر برضو مش كل ما اجي اعمل وصفه اقول لكم حطوا حبه فلفل حبه كمون حبه بابريكا، لا احنا هنخلط كله على بعضه. وهنعمل بقى من 30 جنيه نص كيلو بهارات هتحتفظي بيها من السنه للسنه. البهارات دي بقى هنبدا ان شاء الله، واول حاجه هم هيبقوا 30 جنيه بس. ال 30 بخمسة جنيه جنيه هنجيب بخمسة بابريكا جنيه من كل مدخنة حاجه، وب5 بخمسة جنيه جنيه فلفل بابريكا ب5 جنيه مدخنه، كمون بخمسة وب5 جنيه جنيه بهارات فلفل، فراخ بخمسة جنيه كمون، بخمسة جنيه توم باودر، وبخمسة جنيه بصل باودر، وب5 جنيه بهارات فراخ بس. وللزيادة بقى اللي أنا ضفتها دي لو حباها هنضيف نص معلقة كده من الحبهان المطحون، ونص معلقة من الكبيبة الصيني، ومعلقة شطة، تمام؟ عشان نظبط الدنيا. وطبعا هنزودهم ملح احسن من الكيس البهارات اللي بيجي من بره اللي بقى ب9 جنيه و10 جنيه وفيه يا دوب معلقتين تلاتة. ده بقى هيغنيك عن كل حاجة بجد، تحفة تحفة تحفة. هنبدأ ان احنا نعينه بقى في جنب كده ونستخدمه لكل الوصفات اللي احنا هنعملها النهارده. اول حاجه هنعملها مع بعض احنا هنجيب صدور فراخ، والكميه دي على حسب انتي عايزاها قد ايه، تمام؟ انا جبت صدرين فراخ، الصدر ما شاء الله كان مليان يعني وحلو. هبدأ ان انا اقطعه كده بعكس الانسجه، يعني هتقطعي كده بعكس اتجاه الانسجه عشان تتقطع معاكي، علشان ما تتفرفتش معاكي، فتقطعيها عكس اتجاه الانسجه بتاعتها، تمام؟ هتقطعي بقى الكميه اللي انتي عايزاها، تمام؟ صدرين 3 4 على حسب، يعني احنا عيله مكونه من 5 افراد الحمد لله. فطبعا انا بعمل الكميه اللي هتكفيني، احنا عارفين طبعا اكلنا بيبقى قد ايه او عامل ازاي، فعلى حسب انتوا اكلكم قد ايه فاعملي الكمية بتاعتك. طبعا انا جبت بقى الفراخ، بدأت احط عليهم معلقتين كبار مستردة، ومعلقتين برضو كبار كده عصر ليمون، وحطيت كوباية زبادي بقيمة ربع كوباية لبن لو ما عندكيش زبادي، وتحطي معلقة كبيرة بقى من البهارات بتاعتنا اللي احنا عملناها او معلقتين على حسب الكمية، وتبدأي تقلبي بقى كويس، وكده تبقي عملتي احسن وصفة للتشيكن ستريبس. لو انت عايزة تحتفظي بيها كده عادي خالص، بس انا بقى بحب لما احتفظ بقى بالوصفة بتاعتي احطها في الفريزر تبقى كاملة متكاملة كده، اطلعها يدوب على التسوية، بالذات في رمضان بتريح معاكي كتير. لو عايزة تكملي معايا بقى براحتك، هتبدأي تجيبي كوبايتين دقيق وتبدأي تحطي عليهم معلقة نشا، وتبدأي تحطي عليهم بقى معلقة كبيرة من البهارات برضو بتاعتنا، وجنبك كده طبق فيه طبق غويط يكون فيه مية، بس مش هزود اكتر من كده ومش هتعبك، وهنطلع مع بعض وصفة تجنن. هنبدأ ان احنا نحطها الاول في الدقيق، وبعد كده ندخلها بس في المية كده حاجة بسيطة جدا، وبعد كده نرجعها للدقيق تاني. بس اهم حاجة ان احنا نخبط عليها كده عشان تطلع معانا مخرزة وجميلة، عشان لما نيجي نحمرها ان شاء الله تطلع معانا زي اللي بتيجي من بره بالظبط. بس كده انا كده هبدأ ان انا اخلص الكمية كلها، وابدأ ان انا احتفظ بيها في الاطباق اللي هي الحافظ ديت واحطها في الفريزر. ومنين ما احب اطلعها بطلع الطبق مثلا من قبل الوصفة او اول ما بصحى من النوم بطلعه بدري واسيبه لحد ما يفك براحته خالص، وابدأ ان انا اشتغل فيه، تمام؟ هتبدأي النشا طبعا هيخليلك الحاجة ناشفة ومتماسكة كده معاكي، ومش مش هتعجن منك ولا حاجة خالص. وبعدين في كيس اهوت كمان انا حاطاه تحت، هبدأ ان انا بقى اخلص الكمية كلها واقفل عليهم بالكيس، واقفل عليهم بالطبق وادخلهم بقى الفريزر. تاني وصفة معانا جبت صدور، يعني بواقي من صدور الفراخ كده، الحاجات اللي هي بتبقى متقطعة ديت، خدت عليهم كام واحدة سليمة، بدأت ان انا اضربهم في الكبة. وطبعا انا قبل ما ابدأ وصفتي خالص كنت جايبة كمية من الفلفل ومن البصل والطماطم وبشراهم، واخدة ميتهم في جنب وصفيهم خالص عشان ابدأ استعمل المية لحاجة والبشر لحاجة تانية. فبدأت ان انا طبعا اضرب الكفتة واحط عليها بشر الفلفل وبشر البصل، وحطيت معلقتين كبار نشا عشان تخليها لي متماسكة. لو عايزة تحطي بشر طماطم حطيه، بس انا مبفضلوش عشان بيخليها طرية قوي. فطبعا انا ضربت البصل وضربت الفلفل معاه في الكبة، لو انتي عايزة تخليهم بره لوحديهم
وتعجنيهم مع الكفتة لما تتفرم برضو براحتك خالص. والبهارات بقى انا حطيتها برضو كلها اللي هي معلقة البهارات، وظبطت الملح كده وحطيت كله في الكبة وضربت بريح دماغي كله مرة واحدة بينضرب في الكبة. بتبدأي تطلعيه بيبقى معاكي حلو جدا. حسيتيه طري شوية دخليه الفريزر التلاجة اللي يتماسك شوية لحد ما تجهزي الحاجة بتاعتك. هبدأ بقى ان انا اجهز التتبيلة بتاعتي عبارة عن بقسماط. هبدأ احط عليها معلقة كبيرة من البهارات، والبيضة هحط عليها مع كوباية زبادي وهزود كوباية مية. الزبادي مع المية مع البيضة بتكتر مقدار البيضة، وبتخلي برضو الزبادي مع المية كأنك حاطة لبن بالظبط. انا بعمل لكم كل حاجة بطريقة سهلة ومبسطة علشان خاطر آم، اريحكم جدا جدا على قد ما اقدر، وبحيث ان انتي يعني تفرزي حاجتك وتحطيها في الفريزر وانتي مرتاحة بأقل التكلفة. والنتيجة هيها برضو. هبدأ ان انا اجيب 2 عصاية كده من عصاية الشيش طاووق، وهبدأ ان انا اصبع الكفتة بتاعتي زي ما انا عايزة. حساها طرية حطيها في الفريزر شوية. لو حساها برضو وانتي بتعمليها كده طرية في ايدك، بلي كده ايدك بشوية مية هتلاقيها سلسة معاكي جدا وماشية معاكي كويس جدا. هبدأ اعمل الكمية اللي انا هعملها للكفتة ايا كان هي قد ايه، على حسب انتي عايزة ايه، على حسب عدد افراد اسرتك. تمام. وهبدأ ان انا اكمل الباقي بقى. يعني انا دلوقتي هعمل دول كفتة. تمام. هبدأ بقى وبعدين انا مكبرة كمان الصباع شوية لان برضو هي احتمال كبير تكشي معايا شوية، فيبقى برضو الصباع مالي مركزه. هبدأ اعمل باقي الكمية بقى كفتة بس تكون بانيه. انا بحبها قوي. عملت يعني كم حوالي 3 4 صوابع كده كفتة بانيه محشية موتزاريلا. بحبها قوي كده بتبقى طعمها تحفة الصراحة. وبس كده وخلاص يبقى انا كده عملت كفتة عادية وكفتة بانيه من صدر الفرخة. تمام. دي كانت تاني وصفة معايا. هبدأ ان انا اقفلها بالشكل ده. الكيس بيبقى دهناه شوية زيت عشان خاطر برضو الكفتة ما تلزقش مننا. وابدأ افردها كده، وبعد كده احط الكفتة اللي احط الموتزاريلا، وبعد كده ابدأ الفها كده كرول. وبعد كده اطلعها اسويها واحطها في الخلطة بقى بتاعتها. الخلطة بتاعتنا اللي هي اللي احنا قلنا عليها، هبدأ انزلها الاول في البيض باللبن ده او بالبيض بالزبادي، وبعد كده ارجع احطها في البقسماط. والبقسماط طبعا عليه معلقة كبيرة من البهارات. كل حاجة طبعا لازم تدوقي ملحها، لو هي مش مظبوطة زودي ملحها. تمام. وهبدأ ان انا احطها برضو كصف تاني كده على الكفتة. انا حاطة كيس فاصل ما بينهم. وهبدأ احط بقى الاربع صوابع دول هم كبار ما شاء الله انا ملياهم يعني. وهبدأ ان انا اغطيهم واحط بقى طبعا الطبق ده برضو في الفريزر. منين ما احب اطلع الاكلة دي اطلعها بقى براحتي. دي كانت تاني وصفة معانا. والاطباق دي على فكرة بتيجي من اي حد بتاع مستلزمات البلاستيكيات والاكياس والحاجات دي. الطبق الكبير ده ب6 جنيه، والطبق اللي هو الصغير اللي انا لسه هستخدمه معاكم كان ب4 جنيه. بس حلاوتهم بقى ان هما بتستخدمهم اكتر من مرة. تمام. هنبدأ بقى نعمل الوصفة التالتة. هناخد مية البصل، مية الفلفل، مية الطماطم، نبدأ نضيف عليهم معلقة كبيرة من البهارات، 3 4 معالق كاتشب كبار، معلقتين كبار من المستردة، ومعلقة كبيرة توم مهروس او متقطع قطع صغيرة كده. تمام. وهنضيف برضو معلقة كبيرة عصرة ليمون كده، وهنضيف اخر حاجة بقى اللي هي معلقة دبس الرمان. ونقلب بقى كويس وكده يبقى معانا اخطر تتبيلة لشيش طاووق. على فكرة التتبيلة ديت جابت نسبة مشاهدات حلوة قوي بجد يعني على الفيس، وعجبت الناس جدا جدا. واتمنى بجد تجربوها هتعجبكم قوي. هنبدأ بقى نحط الفراخ، نبدأ نجيب عصيان الشيش طاووق ونبدأ ان احنا نقطعها على قد بالظبط حجم الطبق اللي احنا هنضيف فيه الوصفة بتاعتنا. وهنجيب بقى فلفل الوان. انا فضلت اجيب فلفل، ما حبيتش احط بقى بصل ولا طماطم. فلفل الوان احمر اخضر اصفر وخلاص. وبدأت ان انا اوزع بقى اللحمة كده واخليه بالشكل الجميل ده. واوزع بقى باقي الكمية كلها في الطبق. وبعد ما بخلص طبعا بضيف باقي التتبيلة على الشيش. وابدأ ان انا احتفظ بيها في الفريزر برضو. منين ما بتحبي تطلعيها بتبدأ ان انتي تسيبيها تفك خالص، او تسخني الميكرويف مثلا وتسيبيها شوية فيه لحد ما تفك براحتها خالص. وبعد كده تبدأي تطلعيه بيبقى بصي شارب التتبيلة بطريقة فظيعة، طعمه يجنن بجد.
وتبدأي ان انتي بقى تستخدميه على طول تحطيه في الفرن وتسويه براحتك خالص. بجد بتريح اوي الحاجات دي بتريح اوي اوي في رمضان بالذات. انا بحب اعمل كده اوي في رمضان بريح دماغي بطلع الوصفة اللي انا عايزاها وعلى طول ما باخدش وقت. يلا نشوف الوصفة اللي بعديها. تعالوا نعمل مع بعض بسرعة كده تتبيلة السبايسي وينجز، أجنحة الدجاج الحرة اللي بنطلبها كلنا في المطاعم. التتبيلة دي خطيرة ومش هتندمي أبدا إنك جربتيها. أول حاجة هناخد من كل حاجة معلقتين كبار، معلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار مستردة، معلقتين كبار كاتشب، وهنحط بقى صويا صوص، وهنحط دبس رمان، وهنحط هريسة شطة. ومن كل حاجة معلقة كبيرة أو معلقتين كبار لأن الوصفة دي بتبقى حارة نار. تمام. وبعد كده هاضيف ليمونة سليمة وفص توم كده مهروس، وبعد كده هنبدأ بقى نحط البهارات بتاعتنا الجميلة اللي منستغناش عنها خالص اللي احنا عملناها مع بعض. هنحط معلقتين كبار ونظبط الملح بتاعنا ونقلب بقى كده الأجنحة بتاعتنا، وكمان كان في رقبة زودتها مش مشكلة خالص. وبعد كده هنبدأ نقلبهم في التتبيلة ونسيبهم شوية وبعد كده نحطهم في الحافظ. وبعد كده نحط باقي التتبيلة عليهم ونعينهم بقى في الفريزر. منين ما تحبي تطلعيهم طلعي على التسوية على طول. تعالوا بقى نعمل آخر وصفة معانا في الفيديو ده وباقي الوصفات ان شاء الله هتبقى في فيديو تاني عشان مطولش عليكم. آخر وصفة معانا هتبقى ايه بقى؟ هنجيب معلقة كبيرة من الصويا صوص، عليهم علبة كبيرة من الزبادي، وعليهم معلقة كبيرة من البهارات، ومعلقة صغيرة دبس رمان، ومعلقة صغيرة مستردة، ومعلقتين كبار عسل أبيض أو عسل أسود على حسب اللي متوفر عندك. وكده نبقى عملنا وصفة فخمة جدا للدبابيس المشوية. لو حسيتي ان هي تقيلة معاكي ممكن تزودي زبادي أو لبن، بس أنا شايفة ان هي كده جميلة جدا. وطبعا الملح هتظبطيه على حسب ذوقك. وبس كده هنبدأ ان احنا نتبلها ونحطها برضو في طبق الحافظ ده، ونبدأ ان احنا نحطها في الفريزر. وكده يبقى خلاص بألف هنا وشفا على قلبكم. وتبدأي تحتفظي بيهم بقى ومنين ما تحبي تطلعي تطلعي على التسوية على طول ان شاء الله. كان عندي بقى باقي وركين برضو ضفتهم هما كمان وحطيت عليهم باقي الخلطة بتاعتنا. وهبدأ بقى ان انا ايه احطهم جنب اخواتهم في الفريزر. وبألف هنا وشفا. وبكده بقى نكون عملنا النهاردة 4 وصفات للفراخ تجنن، زائد بقى وصفة البهارات اللي مفيش غنى عنها. أتمنى بجد ان الفيديو ده يكون عجبكم واكون قدرت ان انا افيدكم بأي حاجة لو صغيرة طبعا. وفي نفس الوقت برضو هينفعك جدا جدا في تفريزات رمضان وهينفعك في اي وقت وهيريحك جدا بجد. ولو اول مرة تتابعيني انا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو وبألف هنا وشفا.